ناقص أقل من 100 يوم على 2026، ودول 100 حاجة ممكن تعملوها عشان تحسنوا حياتكم قبل السنة الجديدة. أنا ميا رضوان، لو أول مرة تشوفوني فأنا بعمل فيديوز عن السيلف هيلب، عن الكتب، عن الفيمنين انرجي، عن حاجات كتيرة قوي. فلو بتحبوا الحاجات دي متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، اتفرجوا على الفيديو لحد الآخر. دول 100 حاجة هنعملهم قبل السنة الجديدة علشان هو فاضل أقل من 100 يوم. فاحنا محتاجين ان احنا لو عندنا اي حاجه محتاجين نحققها نبدا نلحق نفسنا، ما نندمش على اللي فات، خلاص اللي حصل حصل، ونبدا نعمل حاجات جديده ونستارت بال100 حاجه. اي حد توكسيك هنبعد عن اي حد توكسيك، هنكتب جواب للفيوتشر سيلف بتاعتنا، كلم حد صديق قديم لينا، هنقعد 24 ساعه من غير اي سوشيال ميديا، هننضف الدولاب بتاعنا، الفون جاليري فيه اكيد حاجات كتيره قوي ملهاش اي 30 لازمه، نبدا ان احنا ننظمها ونمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه واللي فيها ميموريز وحشه. هنعمل كوزي نايت روتين، وانا بصراحه بقى عندي بيرفكت نايت وانا بصراحه بقى عندي الكوزي نايت روتين، فلو حابين ان انتوا تعرفوه in details تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس. اي حاجه مش عايزينها، مش محتاجينها، مش بنستخدمها، نعملها دونيشن او نتبرع بيها. ممكن نريديكوريت الروم سبيشال اللي احنا داخلين على الشتاء او الخريف، ممكن نحط شويه كاندلز، نجيب شويه زرع، نغير من الانفايرمنت اللي حوالينا. نعمل باكت ليست سوشيال، يعني مثلا عايزين نكلم فلانه، عايزين نتعرف على فلانه، فاهمين؟ اتس بيرفكت. او عامه نعمل باكت ليست لاخر السنه، حاجات عايزين نجربها وحاجات عايزين ندوقها، اماكن عايزين نشوفها، كتب عايزين نقراها، موفيز عايزين نشوفها. فكل دي حاجات بتدي فليفر للحياه، احنا مش عارفين قد ايه بجد موضوع بيفرق. كلمي قرايبك، كلمي صحابك، حوشي 10% من الانكم او من مرتبك. في حاجه حلوه قوي ان احنا نعمل حاجه اسمها نعمل البوم اوف اتشيفمنت او البوم الانجازات. انا بجيب عادي في الجاليري بتاع الموبايل وبحط الصور اللي فيها حققت فيها حاجات انا فخوره بيها بنفسي. مثلا I reached حاجه معينه في السوشيال ميديا، وحوشت فلوس معينه، ايفنت معينه رحتها، حسيت ان انا فعلا انجزت فيها. فلما احس ان انا وحشه او احس ان انا ما انجزتش كتير في حياتي، برجع للالبوم ده واقول ايه ده، لا انا فعلا حققت حاجات حلوه. ومش شرط تكون حاجات ممسوكه قوي، يعني ممكن تكون عديتي بديبرسيف فيز، ده انجاز غير ملموس بس انجاز. كنتي شخص كويس لناس اذوكي، ستيل انجاز. عديتي مرحله صعبه ومحدش لاحظ ده غيرك، ده انجاز. وبسميه الانجازات الغير مرئيه، بتبقى بس متشافه لينا احنا بس بتبقى انجازات، بس احنا للاسف عشان غير مرئيه واتس نوت فاليديتد باي الناس اللي حوالينا، فبنحس ان هي مش انجازات، بس دي انجازات. اتعلمي ديجيتال سكيل، كانفا والاس اي او ماركتنج، اتعلمي كونتنت كريشن، اتعلمي اديتنج، كل ده هيفيدك قوي. اقري كتاب ليه علاقه بالكارير بتاعك، اتعلمي ازاي تحافظي على فلوسك، وده هعمل له فيديو لوحده. خدي اونلاين كلاس، هنعمل مثلا دبل كلينزنج، هنعمل مانيكير وباديكير، هنهتم بنفسنا. انفست في سلك بيلو كيس، دي حاجه بجد irrelevant بس بجد يا جماعه، البيلو كيس الساتن بتفرق في وشك وبتفرق في شعرك. اعملي سكيلينج، اعملي سكين ديتوكس، نضفي البراشز بتاعه الميك اب، اعملي اتنشن دايت، وده فيديو هعمله لوحده نتكلم ازاي نرجع تركيزنا. اعملي مايكرو نيدلينج او فراكشنال ليزر او اي مشكله بتواجهها في بشرتك. قللي السكريات في الدايت بتاعتك، قللي الملح في الدايت بتاعتك، اشربي لترين ميه كل يوم، اتمشي كل يوم او حركي جسمك اتليست 20 دقيقه كل يوم، جربي الليمفاتيك درينج مساج. ميل بريب مره في الاسبوع، عشان ده بجد بيوفر عليكي انك تجيبي اكل من بره. بطلي تجيبي اكل من بره، اتعلمي تعملي قهوتك في البيت، وبطلي تجيبي قهوه من بره عشان ده بيحوش فلوس كتيره قوي. خدي فيتامينز واطبخي وجبه صحيه فروم سكراتش، اتعلمي اصلا ان انت تطبخي لنفسك فروم سكراتش. اعملي دانس ورك اوت ات هوم، جربي افirmation لمده 10 ايام، بس تكونش افirmation جايه من بلاد بره يعني، او هي مش ماشيه اصلا على حياتك. create your own affirmation. اتعلمي ازاي تتنفسي، ابدأي بوليت جورنر او ابدأي جورنالينج عامة، وامسحي اي ابلكيشن ملوش اي لازمة. اعملي باوندريز، بس لو انت شخص مش بيعرف يعمل باوندريز، ابدأي انك تعملي باوندريز مع one person الاول. اتعلمي تقولي لا. لا، لا، قولي معايا كده، قولي معايا لا. لا، اختاري كلمة للسنة الجديدة، و بدلي عادة سيئة بعادة حلوة. سامحي نفسك على اللي فات، وسامحي الناس لو قادرة. لو مش قادرة حاولي انك تنسي. جربي فيجواليزيشن،
انك تتخيلي نفسك المستقبليه عامله ازاي، وخليها على طول قدامك على الموبايل او على اي حاجه بتمسكيها على طول، عشان تفتكري ان دي الشخص اللي انت عايزه تبقاه. وزي ما بقول على طول، المهم ان انت عايزه تبقي مين، مش عايزه تبقي ايه. اسمعي لسايكولوجي يوتيوب. في كم يوتيوب فيديوز بقت تطلع لي وتحفه، هسيبها لكم على السكرين بجد يا جماعه، خطيره. بيتكلموا على الفلوس، بيتكلموا على ازاي تغيري من حياتك، بيتكلموا على الاهداف، بيتكلموا على الهابتس. بجد حلوه حلوه ان انت مثلا وانت رايحه المدرسه او رايحه الجامعه او رايحه الشغل، بدل ما تسمعي اغاني او تسمعي راديو، اسمعيهم. بيفرقوا جدا حتى في المود بتاعنا. اعملي سكين بوستر، انا عملته كان حلو لطيف يعني. لو انت تقدري تعملي سكين بوستر، مش قادره تعملي سكين بوستر مش حاجه، انا بديكي بس اوبشنز كتيره قوي تساعدك ان انت تفكري انك ازاي تحسني من نفسك قبل 26. هل الحاجات دي كلها تعمليها؟ لا، انت بتختاري بس اللي ماشي معاكي واللي انت قادره تعمليه. I'm not pressuring you انك تعملي اي حاجه غاليه عليكي او اي حاجه صعبه عليكي. ابدأي بس واعملي اللي انت قادره تعمليه، وحاجه صغيره احسن من ولا حاجه. اشربي جرين سموزي وقللي البروسيسد فود، وبالذات الاكل من بره، عشان ده بجد بيبهدل الوش وبيبهدل الشعر وبيبهدل جسمك وبيبهدل نفسيتك. عندك مش عارفه وبيفلسك. طب عندك نعمل ايه؟ جربي الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع، وده من اكتر الحاجات اللي حاسه ان هي خسستني بصراحه. انا مش عارفه انا خاسه ولا لا، بس انا حاسه انا خسيت. اوعي كده خسيت. او عشان انا لابسه اسود يعني، بس بجد من اكتر الحاجات اللي بتساعد ان انت تخسي. ويعني دوري كده على اهميه الصيام عامه، وهتلاقي ان في آه، قد ايه الجسم بيستريح في وقت الصيام. بتاع السودا طبعا. حطي اد بروبايوتكس. فوكس على البورشن كنترول، يعني لما تيجي تعملي دايت ما تركزيش على تاكلي ايه، بس تاكلي قد ايه. يعني ما بقاش طبق قد كده، قللي البورشن، قللي حجم الوجبات بتاعتك. امسحي اي سوشيال ميديا اكونت او اعملي لهم انفولو لو هم مش بيساعدوكي انك تحسي احسن عن حياتك. لو هم بيساعدوكي ان انت تحسي ان انت فقيره او مش عايشه او وحشه، اعملي لهم انفولو. مش الطبيعي ان احنا نعمل فولو لحاجات بتحسسنا على طول الوقت ان احنا مش كفايه. فسحي نفسك بنفسك، مش لازم يبقى معاكي حد. you are enough. اقعدي يوم بحاله من غير تكنولوجيا، او اقعدي ساعة كل يوم من غير تكنولوجيا، من غير موبايل، من غير لابتوب، من غير تلفزيون. نرجع للحياة بقى الحجرية القديمة. شوفي الدنيا عاملة ازاي، شوفي دماغك عاملة ازاي. وده فيديو هعمله لوحده يعني، بجد هعمله فيديو ازاي ان احنا ما بقيناش نسيب نفسنا ان هي تزهق. احنا على طول stimulated، لازم يكون في background noise، التلفزيون شغال، الموبايل شغال، قاعدين على حاجة. بقالنا كتير قوي ما قعدناش بس نبص للسقف. نجرب نبص للسقف، ما يمكن مشاكلنا كلها موجودة ان احنا بطلنا نبص للسقف وما نعملش اي حاجة. اكتبي التريجرز بتاعتك، الباترنز بتاعتك اللي بتوديكي في حتت وحشة او بتخليكي تجو في الدارك فيز. بلان، اعملي خططي ل 2026 اهداف يعني اوفر اول كده. شوفي انت عايز تعملي ايه في السنه الجديده، هي لسه ما بداتش يعني، احنا ممكن نخلص السنه القديمه، بس برضو حاجه تساعدك ان انت تحققي حاجات في 2026 من انك تبدايها في 2025. جربي انك تجويني نيو كلاس عشان تقابلي ناس جديده. اطلعي بره الكومفورت زون شويه، ومش لازم حاجه ب 500,000 جنيه. يا ستي لو حد صحابك قالوا لك في حد غريب عايز نشوفه، انزلي معاهم، ما تخافيش، مش هيحصل حاجه. تطوعي. ابدأي creative hobby، زي مثلا تلعبي مزيكا، تخيطي، ترسمي. ريفلكت على السنة القديمة، شوفي ايه اللي حصل فيها، شوفي ايه اللي نجح وايه اللي فشل، ونجح ليه وفشل ليه، وانت حققتي ايه وما حققتيش ايه وليه. ولو عايزين فيديو على how to reflect على السنة القديمة عشان ما نكررش كل سنة نفس السنة، قولوا لي. جربي تقعدي اسبوع من غير ما تدفعي ولا مليم. صعب، بس يعني فلوس مش كل حاجه بقى. اشتري زرع، اشتريت زرع يا جماعه والله ومبسوطه بيه قوي، بس يعني يا رب ما يموتش، انا بجد بزعل قوي لما الزرع يموت. انا مره قبل كده برضو جبت عصافير العصفور الذكر مات، وقعدت اعيط جامد قوي عليه لغايه دلوقتي لما بفتكر الموضوع بدمع معايا يعني. عشان كده مش عايزه اجيب اي حيوانات، ان انا يعني بجد ريلي اتاتشد للكائنات، ومش عايزاهم يمشوا يسيبوني، بس هم بيمشوا يسيبوني برضه. آه يعني خلي ريحة اوضتك كده كاندلز او ريحتها بخور. بحب ريحة البخور قوي يعني، بقيت احب ريحة البخور عن الكاندلز. بحس الكاندلز ارتفيشال شوية، بس بجيبهم برضه. وبحب البخور قوي. اول ما تصحي اشربي ميه بليمون، يعني ميه ساقعه كده او مش ساقعه، فتره شويه. وليمونيه، نص ليمونه كده، بيقولوا ان هو دي بيديتوكسيفاي. لو عندك حاجه اسيدك، لو عندك ارتجاع او يعني ألسر في بطنك، ما تشربيش اللي انا قلت عليه ده، تشربي ميه عادي، مش لازم
يعني مش لازم نتفزلك عادي. جربي تشربي الشاي بالنعناع كل يوم قبل ما تنامي، وبجد الشاي بالنعناع ده خلاني هرموناتي بجد بقت هاديه، وريحتي بقت حلوه، والبيريد ما بقتش توجعني. شاي نعناع قبل ما تنامي، مش شاي نعناع بس من غير شاي عشان تعرفي تنامي. جربي يكون عندك سيجنتشر سنت، ريحه، يعني انت معروفه بالريحه دي. لو شعرك متقصف شيلي الاطراف، اعملي هير ماسك، اعملي هير اويل، حاولي انك تطولي شعرك، خدي فيتامينز لشعرك، استخدمي ريتينول لو انت سنك يسمح انك تستخدمي ريتينول، اعملي اكسفوليشن لوشك، اعملي فيشل لوشك. جربي انك تنفست في ليزر هير ريموفل، وبجد بجد من اكتر الحاجات الحلوه اللي فلوسها مش في الارض. وافتكري ان هي هير ليزر ريدكشن مش ريموفل، هو بيقلل الشعر مش بيشيله خالص. اتمرني 5 6 مرات في الأسبوع أو 5 مرات في الأسبوع يا ستي. ابدأي الأول بإنك تتمرني مرة في الأسبوع، بعدين مرتين 3 مرات، لحد ما نوصل إنك ما بتقدريش تعدي اليوم غير ما بتنزلي تحركي جسمك. جربي إنك تعملي حمام مغربي، جربي إنك تعملي دراي برش، جربي إنك تعملي بيلاتس، أو إنك تشتغلي على البوستشر بتاعك، ما يبقاش قاعدين كل يوم شبه الجمبرياية وبنقول ظهرنا ورقبتنا واجعين ليه. والبوستشر ده من الحاجات اللي بتأثر على شكلك. فلما بتبقي البوستر بتاعك متظبط كده بيفرق في ازاي الناس بتشوفك، وبيفرق آه في ثقتك بنفسك، وفي اللبس اللي انت لابساه، وفي حاجات كتيره قوي. فيا جماعه نركز على البوستر او ازاي احنا بنقعد. حاولي انك تلاقي الستايل اللي يليق عليكي. حاولي انك تعرفي ايه اللي بيبسطك واعمليه، وجيت كلوزر للانر شايل بتاعنا. وده برضو موضوع طويل قوي، مش هيكفي الفيديو اصلا، طويل جدا. هبقى اكلمكم عليه. يبقى احنا بقى inner child، البادجت، بفكروني انا اتكلمت عن ايه. اطلعي بره الكومفورت زون، قلنا الموضوع ده تقريبا انا قلت لكم almost 100 حاجه ممكن تعملوها قبل السنه الجديده. فدول 100 حاجه. هل هتعملوهم كلهم؟ لا. هل هنعمل كل حاجه انت قلتي عليها؟ لا. انا بس يا جماعه بديلكم افكار عشان بحس الناس ان هي احنا ميار قالت كذا فاحنا هنعمل كذا. انا اديكم افكار. هل انا اصلا هعمل دول؟ ممكن اعمل حبه منهم، ممكن ما اعملش حبه منهم، ممكن اعمل 1 2 3 منهم. فدي افكار بس. اللي هتلاقيه حلو ومناسب ليكي اعمليه. اللي حاسه ان هو لا، مش انا، ما تعملهوش. اعملي اللي يريحك، اعملي اللي ماشي مع حياتك. مش اي حد بيقول اي حاجه على السوشيال ميديا blindly we follow them. احنا عندنا دماغ، بنفكر، بنشوف ايه اللي يناسبنا وايه اللي مش بيناسبنا، واللي بيناسبنا بنعمله واللي مش بيناسبنا بنطنشه، وبس كده. وده الفيديو بتاع النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، واعملوا فولو على انستجرام. سيب لكم اللينكس كلها تحت، اشوفكم في الفيديو الجاي.